بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في قناة زملكاوي. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. النهاردة عندنا فيديو مهم جدا، فلو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. المواضيع اللي احنا هنتكلم فيها النهاردة هي مصلحة الضرائب بتحرج عماد البناني، وبعد كده رد عماد البناني لمصلحة الضرائب على مصلحة الضرائب، بعد كده عماد البناني مستمر، سبب رحيل حسن موسى، تقسيط غرامة كهرباء، تفصيل جلسة حسين لبيب مع أسريو. السلام عليكم. نفت مصلحة الضرائب المصرية ما أعلنه عماد البناني المدير التنفيذي لنادي الزمالك بخصوص توصله لاتفاق مع الضرائب بتخفيض المديونية من مليار و200 مليون جنيه إلى 400 مليون جنيه في أمر كمان قابل للتخفيض مرة أخرى. وذكرت مصلحة الضرائب عبر بيان رسمي صدر يوم الثلاثاء لا صحة لما تداوله إعلاميا بخفض قيمة الضرائب المستحقة على نادي الزمالك من مليار و200 مليون جنيه إلى 400 مليون جنيه. وأشارت مصلحة الضرائب إلا إن بابها مفتوح للتواصل مع كل مكونات المجتمع الضريبي بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني ومنها الصروح الرياضية لإنهاء النزاعات الضريبية وديا بما يحفظ حقوق الخزانة العامة للدولة. الكلام ده بيتقال في نقطتين بس، إن الزمالك عليه مليار و200 مليون. عماد البناني قال لك أنا قعدت مع مصلحة الضرائب نزلوها ل 400 مليون جنيه مصري. مصلحة الضرائب قالت لك الكلام ده ما حصلش وبيكذبوا تصريحاته. ولكن عماد البناني خرج النهاردة مع خالد الغندور وقال وحول تكذيب مصلحة الضرائب لتصريحاته، أشار في جزء في التصريحات لم يوضح وإنه تجرى المحاولات والمفاوضات مع الضرائب لمحاولة تخفيض المبلغ المقدر بمليار و200 مليون، ولو التصريح فهم منه إنه تم لكن لا التفاوض بيتم الآن. يعني دلوقتي بيقول لك ان التصريح اتفهم غلط، هو شغال في الموضوع ده والتفاوض بيحدث في اللحظة اللي احنا فيها دلوقتي ان هم يخفضوا المبلغ من مليار و200 مليون الى 400 مليون وممكن اقل. هم شغالين في الموضوع ده. وبعد كده عماد البناني نفسه قال لك انا مستمر، وقال عماد البناني انه مستمر في منصبه بتسيير أعمال نادي الزمالك ولن يتقدم باستقالته أو يعتذر عن المهمة اللي كان إلا إذا كان هناك قرار بإقالته. يعني ده معناها يا جماعة إن الموضوع إن هو مستمر في إدارة نادي الزمالك. بعد كده في عندنا موضوع مهم جدا، وهو خالد الغندور بدأ يتكلم فيه النهاردة في قناة نادي الزمالك، وقال لك سبب رحيل حسن موسى. سأل في الوزارة عن سبب رحيل حسن موسى، وما علمته إن سبب إقالتهم إنهم قالوا له أنت جاي تسير أعمال فقط وتدعو للانتخابات وليس من اختصاصك تمشي ناس أو تعين ناس. وقيل من مصادر في الوزارة إنه محسوب على جهة هتدخل الانتخابات وجاء لتصفية الحسابات وهذا ليس دوره. وأكمل اللواء حسن موسى كان جاي يسير الأعمال فقط، وبجانب التصريحات الكبيرة عن دفع الغرامة ورفع الإيقاف، وهذا غير حقيقي، فده كان من أسباب رحيله. بالإضافة إنه عمل حاجات غريبة وقرارات فردية، واتقال عقد إمام عاشور اختفى والفلوس ما دخلتش النادي، وده مش طبيعي ولا على أرض الواقع وغير منطقي. وأشار المستشار مرتضى منصور كمان لن يتقدم للانتخابات وكذلك المجلس المستقيل. واختتم الدكتور عماد شخصية محترمة والناس شك ان هو اهلاوي، وهو خرج في الاعلام وقال لا زملكاوي ولا اهلاوي. هل منطقي اجيب مدير تنفيذي يدير النادي مش منتمي للزمالك؟ وسألت وترد عليا اتقال انه راجل اداري ووصل لدرجة وزير وهو طول عمره في العمل العام وجاي يدير وليس له علاقة بأي جهة أو جبهة ولا بالعداء الموجود بالنادي، ولا هيجي يفرش للانتخابات. هو محايد وجاي يشتغل للانتخابات وعارف انه مش هيجي على الكرسي ولا هيتعين في النادي. يعني كل الحاجات اللي احنا قلناها ديت
دي بتعبر عن حاجتين: رحيل حسن موسى ان هو كان جاي لمهمة معينة يصير الامور ولكنه ما يتخذش قرارات، ده الموضوع. بعد كده قالوا المستشار مرتضى منصور خلاص لن يتقدم للانتخابات مع المجموعة اللي هي كمان استقالت. وحكاية ان هو اهلاوي ولا زملكاوي قال لك ان ده مش مهم، هو راجل عنده خبرات كتيرة جدا وبيعرف يقدر يشتغل على الانتخابات بطريقة صح، ويقدر يعمل حاجات كتيرة ويجهز للانتخابات وممكن يخلي الانتخابات تنجح، وهدفه كمان ان هو ما يجيش على الكرسي. هنتكلم دلوقتي في تقسيط غرامة كهرباء، كمان اتكلم عليها وقال: حسم الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي للنادي الزمالك موقف اللجنة الثلاثية من الموافقة على تقسيط غرامة الهارب كهرباء والمقررة لصالح نادي الزمالك، وينتظر مسؤولي طبعا نادي الزمالك الحصول على غرامة الهارب كهرباء والمقررة لصالح القلعة البيضاء خلال الفترة القادمة. وبسأله بقى عن حقيقة تقسيط غرامة كهرباء، رد البناني: لم يعرض أو يطرح هذا الملف ولن يكون لنا دور كلجنة تسير الأعمال أن نبت في هذا الأمر، هذا دور مجلس الإدارة اللي هو هيبقى منتخب من 4 سنوات. وأضاف البناني في تصريحات لبرنامج على مسؤوليتي على قناة سادة البلد: أنا عندي أمور متعلقة داخل النادي وأمور خارجية، ولن نقوم بأي شيء يورط مجلس الإدارة القادم، لأن الأساس الذي اتفقنا عليه في اللجنة هو التسيير الضروري والعاجل. وتابع: يتم التفاوض مع اتحاد الكرة من أجل حل أزمة القيد، وتم التواصل مع الاتحاد الدولي الفيفا، لكن لم يصل إلينا رد لكي نستبشر أن يكون الأمر خير. هنا هو كان بيتكلم في موضوع مهم جدا، هو موضوع ان هو ملوش دعوه بموضوع كهرباء خالص، ملوش دعوه، هو هيسيبه للمنتخب، الناس اللي هي هتنتخب اللي هم هيجوا جدار مجلس الاداره هو اللي يقرر في موضوع كهرباء. هنتكلم في الموضوع الاخير وتفاصيل جلسه حسين لبيب مع أسوريو. الجلسه الاولى دي كانت بين الطرفين، كانت من 5 أيام، واجتمع لبيب مع المدرب واكد له انتهاء الازمه الماليه بشكل كامل له، وسيحصل على مستحقاته وسيتسلمها من اللجنة المكلفة بإدارة النادي، والفلوس موجودة الآن. وجاء هذا الموعد مع لبيب بعد أن تم إرسال مبلغ مالي كبير من بعض رجال الأعمال والمحبين عن طريق حسين لبيب من أجل دفع مستحقات أسوريو، وأيضا دفع جزء من المستحقات المتأخرة لكل من زيزو وأحمد فتوح. وتعطل الأمر ليه؟ من رحيل اللواء حسن موسى ليتم التواصل مع المسؤولين الحاليين، وعلى رأسهم عماد البناني لدفع مستحقات المدرب ويحصل عليها بالفعل في الساعات الماضية. وكشف المصدر أنه تم عقد اجتماع جديد في الساعات الماضية من صباح اليوم، وكان بغرض التأكد على حصول على مستحقاته، وأن الكل يدعمه لاستكمال مهمته مع الزمالك في الفترة المقبلة. وأكد مصدر أن المدرب رد على لبيب بأنه سعيد لأنه الوحيد الذي منحه وعدا ونفذه دون الحديث قصيرا. وفي ختام الجلسة أكد المدرب لحسين لبيب أنه يتمنى لو كان له صوت في انتخابات الزمالك ليمنحه له ليصبح رئيس الزمالك القادم. ورد لبيب عليه أنه لا يفعل هذا ليكون رئيسا للزمالك، لأنه أحد أبناء النادي ودور الآن هو أن يدعم النادي، وإنه لم يحسم إذا كان سيدخل أو لا فرصة نجاح، ولكنه يحب العمل في صمت. ده بالنسبة لموضوع النهاردة، إن حسين لبيب وفر فلوس للمدرب عن طريق رجال الأعمال ومستحقات من شوية لزيزو وأحمد فتوح. ده بالنسبة للفيديو بتاع النهاردة، فيا ريت لو عجبك الفيديو تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.